بعد يعني لما رحنا هناك اقول لك وش اللي حصل. اول شيء اخذوهم صالة مستقلة مش في المطار، ومنعوا افراد السفارة يجون معهم، الصالة جنب المطار. اي مدنيين اللي يتعاملون معاهم كانوا يعني ما هم ضباط جوازات. اي ومنعوا، طلبوا رئيس البعثة سامي ابو خضير طلب من فهد المديد اللي هو راح قبل البعثة يجهز، نعم المنسق، طلب منه انهم يدخلون لهم مويه، يعني مياه معدنيه. اي رفضوا ادخال اي مياه وقالوا لهم انه تبغون تشربون اشربوا من البرادات اللي هنا. عدد الكراسي اللي كان في الصاله هذه قليل، فاغلب افراد البعثه واللاعبين كانوا جالسين على الارض لمده 3 ساعات. هذا اول شيء، هذا بدايه الغيث. وانا لولا فضل رب العالمين ثم السفاره السعوديه في طهران كان الرحله تحولت الى جحيم كامل. جميل. طيب يعني الاشياء الجيده كانت بسبب السفاره، جميل، ما هو بسببهم هم. لما راحوا الفندق في الدور ال11 كل التكييف عطلان. بس في الدور 11 الوجبة الأخيرة اللي هي قبل المباراة اي تقريبا 11 شخص من الوفد أصابتهم نزلة معوية، وهم رايحين الملعب ألقي عليهم حجارة على الحافلة. في الملعب كلكم شفتوا الألعاب النارية اللي أطلقت على اللاعبين وعلى الاحتياط. هذا عدا عن انه انا ما ادري احنا رايحين ملعب كرة قدم ولا حسينية. احنا قالوا لنا بنروح نلعب في ملعب، ما قالوا بنروح نلعب في حسينية. جميل.